اهلا بيكم، معاكم مطبخ فوف. النهارده جاي اقدم لكم فطائر بميكس الجبن بطريقه سهله جدا وبسيطه، باذن الله هتعجبكم. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه عندي 4 كوبايات من الدقيق، عندي معلقه كبيره من الخميره، 4 معالق من السكر، نص معلقه من الملح، معلقتين كبار من لبن بودره، وعندي 4 معالق من زيت الذره. هاخد كل المكونات ديت على العجان وابتدي اخلطهم مع بعض بالشكل ده كده. هكون محضرة عندي كوباية ونص من المية الدافية. المية لازم تكون دافية عشان الخميرة تتفاعل. هبتدي انزل بنص كوباية المية وهستمر في العجن زي ما انت شايفة بالشكل ده، وهزود المية حبة حبة لحد ما العجينة تاخد المقدار الكافي من المية. هما الاربع كوبايات دقيق بياخدوا كوباية ونص من المية الدافية. زي ما انت شايفة كده انا عجنتها، اخدت معايا في حدود 5 دقايق عجن في العجان. ولو حابة تعجني على ايديكي تاخد في حدود ربع ساعة من العجن. بعد كده هجمع العجينة وهسيبها في مكان دافي لمدة ساعة تختمر. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. زي ما انت شايفة بالشكل ده هغطيها بالبلاستيك راب واسيبها في مكان دافي لمدة ساعة. بعد ما تختمر هتبقى معايا بالشكل ده. هبتدي بقى اقطعها كور صغيرة. آه، حجم العجينة هتبقى في حجم البيضة زي ما انت شايفة بالشكل ده. هرصها عندي بقى في الطبق. العجينة طرية جدا، خدت حقها في التخمير، بجد هتعجبك قوي. بعد ما شكلت العجين بتاع الفطاير عندي كور بالشكل ده، هسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق واحضر معاكم الحشو. النهارده هحشي ميكس جبن رومي وشيدر وموتزاريلا، وعندي زيتون وفلفل اخضر واربع معالق كبار من الصلصة. هجيب بقى عندي العجين. اول واحدة هاخد منها اللي انا قطعتها في الاول خالص، هبتدي افردها بالنشابة بالشكل ده كده، تاخد شكل بيضاوي شوية. هجيب عندي معلقة من الصلصة وابتدي اوزعها. وممكن تحشيها اي حشو انتي تحبيه، ممكن تحشيها فراخ، بسطرمة، لحمة مفرومة، اي حاجة انتي تحبيها. حطيت بقى ميكس الجبن مع الزيتون والفلفل الاخضر. هبتدي المها من على الاحرف بالشكل ده، وهقفلها من على الجوانب. تقفليها كويس عشان ما تفتحش معاكي اثناء التسوية في الفرن. زي ما انت شايفة بالشكل ده، طريقتها سهلة جدا. هجيب عندي صينية اكون دهنها دهنة زيت، هبتدي ارصها. الفطاير دي تنفع معاكي في الفطار، في العشاء، لو في رحلة، بجد بتبقى طعمها تحفة. وممكن عجينة الفطاير دي تعملي منها بيتزا وميني بيتزا. عجينة بجد سهلة ومكوناتها موجودة في كل بيت. زي ما انت شايفة بالشكل ده. دي تاني واحدة انا حشيتها، هقفلها من على الجوانب كويس. هحشي باقي الفطائر اللي عندي بالشكل ده. بعد ما حشيتها هكون محضرة عندي صفار بيضة ومعلقة من اللبن ونص معلقة من الخل. هبتدي ادهنها بالشكل ده، وهوزع عليها بقى سمسم حبة البركة زي ما انت عايزة، بس المقطع ده هو متصورش. زي ما انت شايفة بالشكل ده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، واول ما تطلع معايا هتبقى بالشكل ده. اول ما تطلع تغطيها لمدة 3 دقايق عشان تبقى طرية معاكي لاخر واحدة. بجد طالعة هشة طرية، طعمها بجد تحفة. التسوية بتاعتها مظبوطة جدا، هتشرفك في اي عزومة عندك، في اعياد الميلاد، في الفطار، في العشاء. امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها، بجد هتطلع معاكي ناجحة جدا، طعمها خطير. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير، واكتبيلي في كومنتات اي وصفة انت عايزاها. والف هنا وشفا. السلام عليكم.